كل إنسان أيضا كتب له رزقه، رزق تأتيه ورزق يأتيك ورزق تلتقي معه. هذا عجيب. الإمام مالك والإمام الشافعي صار بينهما حوار، فقال الإمام الشافعي رحمه الله للإمام مالك: يا إمام، تجلس في المسجد ولا تسعى في الأرض حتى يأتيك الرزق، والله عز وجل يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. يعني اترك شوي المسجد، روح دبر، بيع، اشتري. هذا كلام من؟ الشافعي. فقال مالك رحمه الله: وما من دابة في الأرض لا على الله رزقها ويعلم مستقرها، مكان اللي جالسة ما تتحرك، ومستودعها، ورزقي ضمنه ربي وسيأتيني. الإمام الشافعي خرج ويريد أن يحج مالك بحجة عملية. دخل السوق فوجد واحد عنده تمر ثقيل ما يستطيع يشيله، والإمام الشافعي كان في قوة. قال: أحمل لك وتعطيني بعضه؟ قال: أحمل. فحمله الشافعي على ظهره حتى أوصله إلى بيت الرجل وأعطاه شيئا منه. فرح الشافعي، قال: هذه حجة على مالك، قد سعيت فأعطاني الله رزقي. فأخذ التمر وجاء الإمام مالك، قال: يا إمام، هذا تمر. قال الإمام مالك: بسم الله، فأكل. فلما أكل قال: يا إمام، لو لم أمشي لما رزقت. قال: وقد جاءني ولم أتحرك. رزق تأتيه مثل الشافعي راح وأخذ الرزق، ورزق يأتيك مثل مالك جالس في المسجد وجاء الرزق عنده. مريم ابنة عمران في محرابها ما تحركت، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا يأتيها، وزكريا يذهب ويأتي بالرزق. فرزق تأتيه ورزق يأتيك ورزق تلتقي معه. رزق تلتقي معه وجدت عليه شاهد عجيب. قصة أيضا تروى عن الإمام الشافعي. كان مسافرا فمر على قوم فدعوه للغداء، قال: انزل انزل تعال تغدى معنا. وكان واحد تعرف الأولين دول عندهم ما يسمى اللقم، يعني يجعلها كذا حتى تكون كالبيضة ثم يرميها في فمه. فواحد يضبط اللقمة يرتبها، والإمام الشافعي على فرسه. قال: انزل. قال: تكفيني هذه اللقمة التي في يد هذا الرجل. طبعا الرجل أعد اللقمة لنفسه، الرجل أعطاه إياها، ثم سألوه بالله أن ينزل، فنزل واللقمة ما زالت في يدي ويحدث عن الرزق. وقال: والله إن هذه اللقمة التي في يدي لا أدري أهي لي أم لغيري. فجاء آخر قال: والله إني مستعجل وتكفيني هذه اللقمة. فأخذ اللقمة من يد الشافعي، وأول من أخذها ليست له، وثاني من أخذها ليست له، والثالث أخذها وانصرف. وفي اليوتيوب رأيت مقطع عجيب، واحد كان يريد يأكل فجاء طير وأخذ اللقمة وطار به. وهذا الرزق مقسم، لن يأكل